تنبيها، هالوصفة رح تسبب لكم إدمان قد ما هي طيبة بطعمة الشوكولا الغنية. وصفة ولا أروع وكتير سهلة. قبل ما نبلش هالوصفة بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من وصفات الخالية من الجلوتين. بالبداية بدنا 150 جرام من الزبدة الطرية بحرارة الغرفة، 3/4 كوب من السكر البني، ربع كوب من السكر الأبيض، كوب من طحين جلوتين فري خاص للحلو، 2 كوب من الكاكاو الخام، بيضة، وكوب من شوكولات شيبس. حطيت على خليط الطحين نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، ورشة ملح. وأكيد لازم تكون مكوناتنا كلها جلوتين فري سيلياك سيف. بجاد غميق حطيت الزبدة الطرية وعليهم خليط السكر، وأهمية السكر البني إنه هو رح يعطيها الطعم الطيب والقوام الطري من جوا. خفقتهم كتير منيح لحتى صار معي لونه فاتح. حطيت عليهم البيضة والفانيليا ورجعت خفقتهم كتير منيح لتتجانس المكونات مع بعضها. برجع بحط عليهم خليط الطحين والبيكنج باودر والصودا والملح والكاكاو الخام. خفقتهم أول شي بالخفاقة، رجعت استعملت معلقة التقليب وقلبتهم مع بعض، وحطيت عليهم كوب من شوكولات شيبس. فيكن تستعملوا الخليط بعد ما تحطوه بالبراد لمدة ساعتين أو أكتر شوي، أو فيكن تستعملوا تخلوه ليلة كاملة. أنا خليتها ليلة كاملة لأنه هيدا رح يعطيني أهمية كتير كبيرة لتنجح هيدا الوصفة. بتسهل عليكم أول شي التشكيل، وتاني شي بس تحطوها بالفرن ما رح تدوب دغري. حطيتها على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق ل 11 دقيقة إذا بدكم إياها طرية ومقرمشة من برا. إذا بدكم إياها أكتر مقرمشة فيكم تخلوها 12 ل 13 دقيقة، وأنتوا لازم تراقبوا فرنكم. وبس شكلتها حطيت عليها كم حبة شوكولات شيبس لحتى يصير منظرها كتير حلو. بتمنى انه تكتبولي بالكومنت اذا عجبتكم رح تجربوها، وتشتركوا بالقناة، وتبعتوها لحدا عنده سيلياك او عنده حساسية على الجلوتين. والف صحة.